نحن في منزل الشيخ نعيس الطوالة، وأمامي الأستاذ عبد الله نعيس الطوالة. كلمة بهذه المناسبة. أولا أشكركم ساحة الحفر الباطن، وهذه مي غريبة عليكم، وأشكر الحضور اللي جو من الحفر واللي جاء من حايل واللي جاء من الرياض واللي جاء من عرعر. هذا صراحة نشكرهم على حضورهم عندنا ولا هي غريبة عليهم. وأشكر على رأسهم الأمير محمد بن فهد أمير الشرقية الذي اتصل علي شخصيا، وأشكر سيدي الأمير فيصل بن سعود من أول الحدث كان معي مع الاتصال، وهذا مي غريبة على أبو محمد. حدثنا عن تفاصيل الحادثة أخوي عبد الله من بدايتها، كيف حدث الحادث؟ والله يا طويل العمر أنا جاي من الرياض، وبعد ما طلعت من الارطاوية سبحان الله أنا علقت البنص على 120، ثبتها على 120. بعد ما ثبتها على 120 ثبتت السرعة، وبعدين زادت السرعة إلى 220. ولما أقبلت على أم الجماجم حاولت بكذا طريقة إني أنقذ نفسي ولا قدرت صراحة. بكل الطرق كلمت 996 مع الأمن الطرق العمليات، بلغتهم إن الجيب تعطل معي بسرعة 220. كانت بداية السرعة من كم؟ من ثبتها أنا 120 بداية. إيه نعم، وزادت من 120 إلى 220. وبلغت على طول العمليات وما قصروا، فتحوا لي منفذ إني أطلع معه، وكان اتجاهي إلى حفر الباطن، والحمد لله والشكر ما قصروا. أشكر الدفاع المدني والشرطة وأشكر المرور، وعلى رأسهم ضيف الله المقدم ضيف الله الجبلي، وأشكره صراحة وما هي غريبة عليه. هل ستقيم دعوة على الشركة بعد هذه الحادثة الخطيرة، علما أن هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة في شركة تويوتا؟ هل ستقيم دعوة على هذه الشركة؟ نعم إن شاء الله. أنا بإذن الله من بكرة إن شاء الله طالع للرياض، وبقيم شكوى للوكلاء اللي في السعودية، وضفت محامي إن شاء الله، وأنا مقابله معه إن شاء الله من يوم السبت. محامي سوف يتابع هذه القضية كاملة؟ نعم. أشكرك أخوي عبد الله، ونشكر على حسن استقباله وكذلك الضيافة. وكما تلاحظون جموع كثيفة من الحضور المهنيين في منزل الشيخ نعيس الطوالة. نشكرك جزيل الشكر، وشكرا لك. أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية وما قصرتم. شكرا.